الحج عرفة. يبقى مرة نطقت ايه ومرة نطقت ايه. طبعا عرفات تبقى جمع، وعرفة لوحظ فيها الايه المفرد. هي مأخوذة من ايه؟ اولا يجب ان نعلم انها اصبحت علما على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في 9 من ايه؟ هذا هو الايه؟ علم. لا تظن انها جبل، فاذا سمعت جبل عرفات كما يقول الناس فافهم ان الجبل المنسوب الى عرفات، الله، مش هو عرفات. لا، ولذلك في ناس كتير يفهموا ان ما كانش يطلع الجبل اللي بيسموه جبل الرحمه اللي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ما حجش. نقول له لا، الحج وادي، والجبل ده اسمه انه في ريحه سميناه ايه؟ جبل ايه؟ جبل عرفه. يبقى الجبل منسوب لمين؟ مش عرفات هي الجبل، لا، الجبل منسوب لعرفه اللي هو الايه؟ الوادي. الذين تكلموا عن اصل الاشتقاق، احنا قلنا ان هناك فارق بين الاسم يكون وصفا ثم يصير اسما، وبين ان يكون علما من اول الامر. قلنا العلم من اول الامر، اذا سميت علم من اول الامر لا ضروره ان يكون فيه معنى اللفظ. وقلنا ان قد تسمي واحد شقي سعيد، مش كده ولا لا؟ وتسمي زنجيه تقول لها يا قمر تعالى يا قمر روح يا قمر، مش انت حر ولا لا؟ انت حر. ده اسمه ايه؟ مش وصف، اسمه ايه؟ اسمه علم، اسم. الا ان الناس حين يسمون يتفاءلون بلمح الاصل، فيقول لك انا هسميه سعد تفاؤلا ان يكون ايه؟ تفاؤلا ان يكون ايه؟ سعيد. ولما تكون بنت مثلا زي ما بنقول زنجيه ويسماها قمر يقول لك حتى ولا الاسم ادي لها الاسم وخلاص. مثلا الله، دي يبقى خد العلم وبيتفائل. سميته فضل عشان تفاؤلا ان يكون ايه؟ ان يكون فضل. العرب كانت لما تسمي برضه تسمي صقر تفاؤلا ان يكون امام اعدائه كايه؟ كقوم. كلب يعني عشان ما حدش يجي ايه؟ يجرؤ عليه. اسد يجيبوا ايه؟ مره يعني على. ولذلك قيل لعربي انكم تحسنون اسماء عبيدكم، فيقولون سعيد وسعد وفضل اسماء العبيد حلوه، وتسيئون اسماء ابنائكم، تسميه مرة وكلب وصخر قال نعم، لأننا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. فإذا كلمة عرفة يا ترى هي لها أصل وبعد ذلك لمح ذلك الأصل ساعة التسمية، أو هي علم؟ هي الآن علم على هذا الإيه؟ انما سموها كده ليه؟ اهو ده اللي بدهم يبحثوا عنه. عرفه مره وعرفات. قال لك مما قيل استئناسيات يعني من العلماء، يقول لك لان ادم هبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا يدوروا على بعض ما التقوش الا في المكان ده فتعرفوا. يقول لك الله، طب ما كانوا بعض ايه لازمه التشتيته دي لان الله يريد بهذه العمليه، ده استئناس عقل برضه. واحد ادم لوحدها، حواء لوحده، وبعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده. بالله ما يشتاقش ان حد بس يونسه ويكون وياه. يبقى اذا لقائهم يكون عن اشتياق وحاجه. لو كانوا فضلوا مع بعض كده يمكن كانوا يبقوا عاديه، انما لازم يدوخوا شويه عشان لما يلتقوا يبقى ربنا حقق لهم ايه؟ حاجه كده خلاص ويمسكوا ببعض. اذا بيريد الله ان يجعل بينهم ايه؟ الموده والرحمه والألفة والسكن. يبقى لازم يدوخوا الاول، ما يبقوش يطلعوا يا بعض كده ويلاقوا نفسهم مع بعض تبقى الحكايه رتيبه كده، لا لازم ايه؟ يدوخوا. خلاص. ده قول. القول الثاني ان مثلا سيدنا ادم قالت له الملائكه وهو في ذلك المكان اعرف بقى ذنبك وتب الى ربك
فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى عرف زلته وعرف كيف يتوب مثلا. أو حينما أراد الله أن يعلم إبراهيم اللي هو الأصل في عملية الإيه؟ عملية الحج، هذا المكان. أنتم تعلمون أن إبراهيم رأى في الرؤيا أن يذبح ابنه، وكونها في الرؤيا ويذبح ابنه دي عملية شقة من 3 وجوه. المشقة الأولى أنها رؤيا مش وحي صريح. المشقة الثانية إن ابنه اللي ما عندوش غيره. المشقة الثالثة إن هو اللي يذبحه، يا ريته قال له حد يذبحه ولا حموته ولا بتاع، إنما هو اللي يذبحه. المسألة دي صعب ولا لا؟ 3 مراحل 3. فليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أبي الأنبياء بيسر وسهولة. يبقى لازم يعني برضه يقعد يقول ده رؤية. طب يا ترى الرؤية دي إيه؟ إلا ولذلك يسموه يوم التروية. وبعدين تأكد عنده أن رؤيا الأنبياء حق ولا فيش فايدة، يبقى عرف أنها حق من هذه انتهى خلاص، انتهت المسألة. يبقى عرف أنها إيه؟ إنها حق. أو أنه حينما جاءت له الرؤيا بذبح ولده، طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصة تمر، لازم يدخل علشان يعمل ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فأول ما شاف قالوا رجموا بالحصى 7 مرات في الجمرة الأولى، وبعدين شاب عنه، وبعدين قالوا في المرة الايه؟ برضه رجموا، وبرضه قالوا في الايه؟ في المرة الثالثة فايه؟ فرجموا. لما رجموا ما جاش له، أم جري مخافة أن يلاحقه. ولذلك المزدلفة يعني ازدلف أسرع. ازدلف يعني إيه؟ ويسموها ذي المجاز يعني اجتازها بدون، ويبقى عرف المسألة عند عرفة. أو أن جبريل مثلا كان يعلمه المناسك، يقول له عرفت، فيقول له إيه؟ عرفت. أو أن الإنسان يعرف فيه ربه في آخر ما شرع له من أركان ركن النهائي بقى كده. ومش أنا اللي عرفت وأنت اللي عرفت، كلنا يبقى عرف وعرف 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 وعرف، تبقى إيه؟ تبقى عرفات، وتبقى كلها عبودية مشتركة لله. عبودية مشتركة لله. الله يفتح عليك. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة.